اللي هم بيعملوا كل اللي هم عايزينه ومحدش بيجي جنبهم. اتحاد الكرة اعرف مين يا دكتور كرم؟ اتفضل. لازم اعرف مين يا رئيس جمهورية مصر، يا رئيس يا سيسي. عايز اعرف العيال دي كلها اهي قدامي اسمائهم: محمد صلاح الدين يوسف، اسلام ابراهيم عبد الظاهر، ريان محمد سيد توفيق، عبد الله منصور عبد الحميد، عمر حسن نور الدين، محمد عبد الرب احمد صابر، كريم محمد حسن فؤاد، محمد عبد الله احمد، محمد حسن علي حسن، باسم سيف الدين عبد الكريم، عبد الرحمن محمد زكريا، محمد سيد عبد الجواد، محمود محمد فاروق، ابراهيم محمد علي ابراهيم، اشرف محمد ياسين. دول اللي عملوا الكارثه في تونس. تمام. محمد حلمي محمود، مصطفى حمدي سيد حمزه، محمد فتحي سيد عبد المؤمن، محمد عماد الدين احمد راشد احمد، عبد الرحمن ابراهيم، احمد خالد احمد محمد عبد العزيز، عمر ابراهيم عبد العال، احمد سامي احمد فرج، مروان حسين عبد العزيز، عمر ممدوح احمد، محمد عبد الباري عبد الله، محمد عبد الباري عبد الله، احمد عماد الدين احمد، محمد عبد خالد حسين، احمد عبد المحسن المنجي، احمد خالد احمد سنوسي، نضال محمد جمال اسماعيل، ايمن احمد توفيق عبد الراضي، محمد قاسم احمد عبد الغني، اسماعيل عثمان الدمرداش، محمد احمد عبد المطلب، عبد الرحمن محمد حسين، سلمان محمد سلمان، احمد مكاوي عبد النبي عرفه، عبد المنعم هاني عبد المنعم، مينا سيدهم سلامه بطرس، محمد علي محمد امين، مصطفى محمود محمد ابراهيم، مصطفى زينب عبد العزيز سلامه، محمد محمود ابراهيم محمد، اسلام سعد عطا سعد، ابراهيم تامر ابراهيم احمد، مصطفى عبد العزيز مصطفى، احمد صلاح الدين عبد القادر ده زعيم العصابه، محمود محمد بسيوني علي، ياسر سيد عبد الحافظ الشرطي، ياسر بوجي. انا عايز اسال سؤال: 4 من دول في امر ضبط احضار عليهم احكام. عايز اسال سؤال: كلهم في سن التجنيد، طلعوا ازاي؟ انا بقى بسال رئيس الجمهوريه. حضرتك تقدمت ببلاغ ضدهم النهارده يا سياده المستشار. العام والسيد وزير الداخليه والاسماء خدوها مني، والامن الوطني خد الاسماء زي ما قلتها. السؤال الاولاني: كلهم في سن التجنيد. ابراهيم صلاح الجيش رفض يسفره اللي ما خد اذن التجنيد وسافر تاني يوم للبعث. تمام؟ 2 معظمهم في سن الجامعه، خدوا اذن الجامعه امتى؟ 3 مين يسفرهم على حسابه رايح جاي واقامه؟ 4 البلد فيها ايه؟ انا بس رئيس الجمهوريه. لا، ما هي البلد فيها ايه؟ البلد فيها ايه دي طبعا حاجه صعبه. وزير الداخليه كنت متفقين في المطار ولم يتخذ اي اجراء ناحيتهم وطلعوا رسالهم للدوله. حضرتك قدمت ببلاغ النهارده يا سياده المستشار ضد الاسماء دي. انا بلاغ للنائب العام، لكن بلاغ وزير الداخليه من اول امبارح. هو فيها يا جماعه دي بلد ومناء الشرطه مش عاجبهم مرتباتهم. بحترم طبعا لل 99% من امناء الشرطه عيال بتموت بتتنشط في الشوارع، والولاد دي حصروا مديريه الامن الشرقيه ومنعوا مدير الامن من الدخول. طب ما تطلع بقى دوما والواد الثاني اسمه احمد زفت الطين ده ماهر، ما تطلعهم. انت حابسهم ليه؟ خلاص. وانت في عكاشه انت بتقبض عليه الاعلام المحترم عشان قضيه من 5 سنين، قضيه سب وقصف، مش شتم بقى وطن وشتم بلد وشتم رئيس بلده وجيش بلده، وانت عندك 4 عليهم احكام وامر ضبط واحضار. دخلوا ازاي وخرجوا ازاي؟ انت نايم فين؟ لا، البلد في ناس كتير قوي عليها احكام ومحدش بيجي جنبها سياده المستشار. واحنا اتكلمنا في الكلام ده المره اللي فاتت. لكن للاسف الشديد احنا بقينا في يعني الدوله ضعيفه والتصرفات بطيئه جدا. وبقول رئيس الوزراء دلوقتي واحنا مش عارفين احنا رايحين فين. سيادتك اسال وزير الداخليه مرتضى سلمك كشف الاسماء دي ولا لا؟ بجوازات سفرهم، بتواريخ ميلادهم. يا سياده المستشار، حرق اتحاد الكوره وحرق نادي الشرطه لما اتحرق الولاد معروفين بالاسم ومعروفه عناوينهم ومعروفه صورهم والشهود موجوده لغايه دلوقتي ومحدش بيجي جنبهم. ليه؟ ده سؤال احنا بنضم صوتنا لحضرتك او انا علشان نبقى بعيد عن الاحراج بتاع القناه او البرنامج. انا بضم صوتي لحضرتك لان فعلا الناس دي لازم يتاخد منها اجراء، يا اما يتاخد اجراء مع اللي سايبينهم. لكن انا عايز اعرف مين حاميهم؟ مين اللي حامي العيال دي في البلد؟ مين المجرم اللي حاميهم؟ مين المجرم اللي سفرهم؟ انت عارف البنوات دي بتاعتهم اللي كان مكتوب عليها، بقول لك تاني كل السفلات لرئيس الجمهوريه وبلده. يعني طبعا ده موضوع مهم جدا،